لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وبعد. نكمل أيها الأحبة في الله الدرس من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقفنا عند باب الربا، لأن هذا الكتاب كانت القراءة فيه من باب البيوع، ووصلنا أيها الأحبة في الله إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أورده المصنف، ونقرأ المتن. قال المصنف رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه الإمام مسلم. والحديث مشهور في باب ما جاء في تحريم بيع الربا. هذا الحديث أيها الإخوة في الله قد ضم هذا الحديث أيها الأحبة في الله قد احتوى على الأصناف الربوية الستة، يسميها العلماء الأصناف الربوية الستة، وهي يعني 6 أصناف يجري فيها الربا، وقد ذكر أهل العلم أن غيرها يقاس عليها. فنلاحظهم ونستطيع أن نقسمهم إلى قسمين: قسم الأثمان وقسم الأطعمة الأقوات. القسم الأول الأثمان اللي هو الذهب والفضة، والقسم الثاني الأقوات، أقوات الناس. فلاحظ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذان الاثنان هما يعني الجوهران النفيسان اللذان كان من يعني عمر الدنيا يتعامل بهما الناس في البيع والشراء. وقد جاء في كتاب الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وكذلك في سورة الكهف: ابعثوا أحدكم ايش بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فكان يعني دائما التعامل منذ قدم البشرية بهذين الجوهرين النفيسين بالذهب والفضة، حتى إلى وقت قريب كانت الأوراق النقدية معادلة بالذهب والفضة، إلى أن تم إلغاء هذا الغطاء ويسمى بالغطاء النقدي سنة 1973، وأصبحت العملات النقدية تمثل اقتصاديات الدولة التي تصدرها. فدائما أيها الأحباب حتى آخر الزمان، يبدو أن آخر الزمان كذلك يعود الناس إلى الذهب والفضة، يعني أخذا من حديث يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس حتى يموت من كل 199. فالذهب والفضة في الحقيقة هما أصل التعاملات النقدية، لذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. إذن عندنا في هذه الأصناف الربوية الستة أثمان، ذهب وفضة، وعندنا أقوات، الباقي أقوات. لاحظها، يعني هي 6 أصناف. الاثنين الأولانيين أثمان ومعايير لتقييم الأشياء، الذهب والفضة. ال4 الباقية شوف: البر بالبر، قوت ويخزن ويكال ويدخر، والشعير بالشعير كذلك يؤكل في الأزمنة السابقة، وإلى الآن يعني إلى سنوات قليلة كان يخلط الشعير مع القمح لصناعة الخبز يعني. والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. إذن هذه 4 أصناف
إذا لاحظت أنها كلها متشابهة في كونها أقوات أساسية في حياة البشر، وأنها قابلة للادخار، يعني قابلة أنك تجعلها سنة وسنتين في صوامع وأماكن تحفظها ليطعمها أهل البيت وأهل البلاد يعني. وأكثر القتال في الحقيقة في الجزيرة العربية كان إما على التمر وإما على البر الذي يزرعه أهل القرى ويحصدونه، فإذا حصدوه وجعلوه يعني في صوامع جاءهم الغزاة من البادية وما إلى ذلك لأخذ هذا البر الذي تعب أهل القرى في زراعة، فتحصل النزاعات. لذلك بنوا الأسوار. إذا ذهبت إلى قرى نجد القديمة كل قرية تجد حولها سور لمنع الغزاة من سرقة وسلب هذه المحاصيل الزراعية التي عليها قوام الناس منذ أن خلق الله الأرض وما عليها. إذا بنلاحظ في هذه الأصناف الربوية الستة يا أحبابي: الذهب والفضة، طيب، والقمح اللي هو البر، والشعير، والتمر، والملح. هذه تسمى الأصناف الربوية الستة. ينقسم إلى أثمان، ذهب وفضة، وأقوات. ولاحظ هذه الأقوات، مثلا ما ذكر هنا الخضار، ما ذكر الخضروات، وما ذكر مثلا مثل مطيبات الزعفران ولا ما إلى ذلك، وإنما ذكر هذه الأقوات الأساسية التي لا يعني يصح أن يخلو منزل منها. فهذه في الحقيقة الأصناف الربوية الستة. وقال العلماء أنه يقاس غيرها عليها، يعني أكثر الفقهاء باستثناء أحد العلماء اسمه قتادة يقول هذه لا يقاس عليها غيرها، وإنما باقي الفقهاء أكثرهم يقولون يقاس غيرها عليها. إيش يقاس غيرها عليها؟ يعني مثلا نقول يقاس على الذهب والفضة الأوراق النقدية اللي يسمونها الآن بنك نوت. أول ما طلعت كان يسمونها بنك نوت، والآن عملات. هذه تقاس على الذهب والفضة. كذلك يقاس على مثلا البر، يقاس عليه الذرة والأرز الذي هو قوام الغذاء في كثير من دول العالم. يعني كثير من دول العالم تعتبر قوام الغذاء القمح والذرة أو الأرز. طيب، فهذه تقاس على البر، وتقاس على الشعير، وكذلك الزبيب مثلا في المغرب العربي وكذا يعني يستعيضون عن التمور بالزبيب اللي هو العنب المجفف، فهذا يقاس على ايش؟ على التمر. فهذه الأصناف يا أحبابي يقاس غيرها عليها. فمثلا نجد أن التمر لا يجوز بيع تمر بتمر بتفاوت. لا يجوز بيع، السلام ورحمة الله، لا يجوز بيع ذهب بذهب مثلا بمثل. لا يجوز بيع ذهب بذهب بتفاوت في الكمية، يجب أن تكون يعني تعادل. مثلا كيلو ذهب بكيلو ذهب، ما يجوز كيلو بكيلوين. واضح؟ هذا إذا زاد عليه يسمونه ربا الفضل، فضل عليه، زاد عليه، يعني الكيلو بكيلو. إذا صار كيلو بكيلوين هذا ربا. واضح؟ إذا بعت فضة بفضة لازم كيلو بكيلو، كيلو بكيلوين ربا. بالنسبة لهذه الأصناف هذه مكيلة، تباع بالكيل ما تباع بالوزن. يعني الأولانيات موزونة تباع بالوزن، زن وأرجح. الذهب والفضة يباع بالوزن، ما يباع بالصاع. مثلا شيلة ذهب ما يصير شيلة ذهب، تصير شيلة قمح، شيلة تمر، شيلة شعير. الكيل شيلة يعني كيل، كيلة ملح. فهذا يسمى موزون الذهب والفضة. والأصناف الأربعة تسمى مكيل لأنه يباع بالكيل. والآن يشترى مثلا بالوزن. هذا في الحقيقة مثل ما تقول خطأ، يعني خطأ أنه يباع بالوزن. يعني خطأ أنك تشتري كيلو تمر، المفروض تشتري شنو؟ صاع تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة أعطاه صاعا من تمر، وزكاة الفطر صاعا من تمر، صح؟ فيقول لك والله صاع تمر كم يستوي الكيلو؟ ناس يقولون كيلوين ونص، ناس يقولون 3 كيلوات، ناس كيلو إلا 100 جرام. ليش؟ لأن التمر هذا ما له وزن واحد،
إذا كان ناشف غير إذا كان رطب. أيوة، فبالكيل يختلف. المهم احنا بس ناخذ الفكرة الأساسية يا أحبابي. فالربا يجري في الذهب والفضة، بمعنى أنك لا يصح أن تبيع ذهب بذهب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربه. إذا هناك شرطان لصحة بيع الذهب بالذهب. أول شيء التقابض في مجلس العقد، يعني تعطيني ذهب فورا أعطيك ذهب. الشيء الثاني عدم الزيادة، واضح؟ يعني كيلو بكيلو في مجلس العقد. فإذا أعطيتك كيلو ذهب الحين على أن تعطيني كيلو ذهب عقب شهر، هذا ربا نسيئة، واضح؟ إذا أعطيتك كيلو ذهب الحين على أنك ترد تعطيني كيلو ذهب عقب أسبوع، هذا ربا نسيئة. نسيئة الأجل، يعني ربا الأجل. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، إنما النسيء اللي هو الأجل. طيب، فالذهب عقب أسبوع بالذهب هذا نسيئة، هذا ربا نسيئة. شو المطلوب؟ المطلوب في مجلس العقد، يعني فورا الآن حالا تأخذ وتعطيه في مجلس العقد اللي يجمعك في البائع. أول شرط أن يكون نفس الوزن 100 جرام ب 100 جرام. الشرط الثاني أن يكون تبادل فوري، تقابض في مجلس العقد. فيقول فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربه. إذا واضح الشرطان الآن يا أحبابي، الذي يعني إذا من امتثلهما برئ من الربا، أن يكون البيع بنفس الوزن وأن يكون في نفس المجلس العقد. فإذا بعت بنفس الوزن برئت من ربا المفاضلة، ربا الفضل. وإذا بعت في نفس مجلس العقد برئت من ربا إيش؟ النسيئة. واضح يا أحباب؟ طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف، بعت فضة بذهب، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يصير أبيع كيلو ذهب ب10 كيلوات فضة إذا كان يدا بيد. هنا يجوز التفاضل ويحرم النساء أو يحرم النسيئة. هذا في الفضة، في الذهب والذهب، والفضة والفضة. كذلك التمر في التمر، ما يجوز تبيع تمر بتمر، تقول لي هذا رزيز وهذا خلاص، هذا ملغي. هذه الأصناف ما لها اعتبار في نظر الشرع. تبيع كيل مثلا 20 صاع رزيز ب20 صاع خلاص، فمن زاد أو استزاد فقد أربه ما دام يدا بيد، واضح؟ كذلك الحنطة، تقول لي هذه حنطة استرالية وهذه حنطة أمريكية وهذه حنطة بر سعودي وبر نجراني ومش عارف إيش. لازم إذا بعت الصنف بصنفه يعني، أما تشتري بفلوس كيفك. إذا تشتري بدراهم ما عندنا مشكلة يا أحبابي، إذا تشتري بدراهم ما عندك مشكلة. لكن إذا تشتري قمح بقمح، اللي يسمونه بيع المقايضة. الآن الكلام كله على بيع المقايضة، مو انك تشتري بفلوسك. اشتري بفلوسك ما في مشكلة. لكن انت جايب تمر عندك حق بياع التمر، جايب تمر قديم عندك مثلا، طيب من صنف رديء، فيقول لك انا اعطيك مثلا هال10 كيلوات اللي عندك اعطيك كيلوين خلاص، هذا عين الربا. هذا ايش سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماه عين الربا. شو الحل؟ تبيع هذا التمر القديم بدراهم وتأخذ الدراهم تشتري فيه هذا الخلاص، هذا الطيب. واضح يا أحباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي شو الحكمة؟ احنا الحكمة نقول سمعا وطاعا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا ايش؟ سمعنا واطعنا. خلاص. هل هناك حكمة؟ طبعا لابد ان تكون هناك حكم جليلة في هذا تضبط اقوات الناس وتؤدي الى عدم الغلاء وتؤدي الى عدم الشح وتؤدي الى عدم الحروب وما الى ذلك. لابد ان هناك يعني حكم جليلة، لان هذا الشرع منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير. فكل احكام الله فيها حكمة، هناك حكم نعلمها وهناك حكم لا نعلمها، فنفوض علمها الى الله سبحانه وتعالى. فنعيد قراءة الحديث يا احبابي عبر هذا الشرح البسيط. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب
وفي رواية لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذا حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني ايش اختلفت هذه الأصناف؟ يعني فضة بذهب، تمر بشعير، قمح بملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني تبيع صاع بصاعين، تبيع كيلو ذهب ب10 كيلوات فضة، تبيع صاع تمر بصاعين ملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، جائز. إذا كان يدا بيد يعني في مجلس العقد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني في إذا كان من نفس الجنس. وشوف شرح الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بن سعدي يقول: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. مكيل بمكيل يعني شنو؟ من الأصناف الأربعة. أي. ولا موزون بجنسه إلا كذلك. الموزون اللي هو شنو؟ الله ينور عليك. وبعضهم طبعا ألحق في الذهب والفضة، قال أي شيء موزون، مثلا حديد، نحاس، ألمنيوم، وقيس عليه معادن، يعني أي شيء يباع بالوزن، يعني حديد بحديد، ألمنيوم بألمنيوم، رصاص برصاص، نحاس بنحاس، وهكذا. وهذا إذا تعلمون يعني أسواق التجارة العالمية، البورصات العالمية كلها تقوم على هذه المعادن وعلى هذه التجارات. كل البورصات العالمية الآن تقوم على القمح وعلى الغاز وعلى الحديد وعلى النحاس. هذه كلها تداول البورصات العالمية اليومي. يعني هذا الحديث في الحقيقة ربما من لا يتداول في الأسواق العالمية يعني ما يجد له في ذهنه يعني أو تطبيق عملي، لكن اللي يتداول في التجارات العالمية ومحاصيل الناس كلها، محاصيل الدول ومحاصيل الأمم وثروات الأمم، يجد أن قائمة فعلا على هذه الأصناف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز. يعني مكيل بمكيل من غير جنسه، من يعطينا مثل على هذا؟ مكيل بمكيل من غير جنسه. نعم. ايش؟ لا، غير من الأصناف هذه. أي الله ينور عليك، الملح والبر. ايه، هذا مكيل بمكيل من غير جنسه. الله ينور عليك. وأن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه. أعطونا موزون بموزون من غير. الله ينور عليك. وأن بيع موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، يعني كل واحد يحط بضاعته ويستلمها. طيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. يعني مثلا واحد عنده بستان في نخل وعنده مثلا كمية من النخيل، يعني مثلا عنده 500 نخلة، والنخلة فيها 10 عثوق، والعثق فيه مثلا 10 كيلوات، فعليكم الحساب. يعني هذا يطلع له مثلا بالأطنان، يعني حسابه مثلا 10 طن، وهو على رؤوس النخل حسبتهم 10 طن، يجيب له واحد ايش 5 طن. اي، فهذا لا يجوز شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، لا يجوز. لأنك أول شيء ما راح تعرف وزن هذا إلا بالخرص، والخرص ما يضبط. الخرص ما يضبط، يعني ناقص الربع يمكن ولا الثلث حتى. الخرص ما هو الخرص؟ الخرص انه واحد يشوف النخل ويقدر مكيلهم بالشوف، بس بالشوف. مثلا يشوف 100 نخلة فيهم 1000 عثق، تخمين. الله ينور، هذه الكلمة المناسبة، التخمين. فيهم 1000 عثق، والعثق يقول لك في 10 كيلوات، ف1000 ضرب 10 تقدير وتخمين، وكله ماشي يعني. فيقول لك والله هذا في 10 طن مثلا. هذا ال10 طن لما يجذ النخل ويفصل يعني ويحصد ويوزن، ما راح يطلع 10 يعني، راح يطلع أكثر، راح يطلع أقل.
لذلك أنت لما تجيب شيء موزون جاهز عندك عارف وزنه بشيء مجهول الوزن، هذا في نوع من الغرر لا يجوز، هذا بيع المزابنة اسمه. ورخص في العراية. ما هي العراية؟ يعني فيما دون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، يعني أقل من 300 صاع، لأن هذه قوت البيوت مدة سنة تقريبا. فكان أهل المدينة يحبون الرطب يتفكهون، فإذا كانت الكمية بهالحجم القليل يجوز أنك تبيع ما هو على رؤوس النخل بما هو في يدك. يقول ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق، الوسق 60 صاع، الوسق الواحد 60 صاع، والصاع 4 أمداد يا أحباب، هذا مد الرجل يعني يعتبر صاع. ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج للرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. فيكون عنده تمر حويل يشتري فيه أقل من 5 أوسق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها رخصة، خصوصا أن أهل المدينة يعني يحبون التمر بشكل كبير وعليه معيشتهم. في وقت ولا خلصنا؟ انتهى الوقت تقريبا. طيب، بذلك نكون يعني خذينا فكرة عامة يا أحباب أولية عن الربا، أجارنا الله وإياكم. وتعرفون أن الربا يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهو أسباب الخصومات في المجتمعات وأسباب الحروب بين الدول، وما حرمه الله تعالى إلا لأن فيه خسة، وفيه يعني كذلك ينشئ الأحقاد وينشئ الخصومات ويسبب الفقر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الربا وإن زاد فإن عاقبته إلى قل. فكل انهيارات الاقتصادات لأنها إنما تقوم على الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ونقف عند هذا الحد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد. وإذا تسمحون أسئلة في الموضوع الله يجزيكم الخير.